هشام السفري، إطار وطني، مدرب الدراجات الجبلية. حاصل مؤخرا على الدبلوم ديال لونيون سيكليست انترناسيونال المستوى الثاني، وعلى شهادات أخرى محلية. كيف كتشوفوا هاد المعسكر هذا اللي المدة ديالو 3 الأسابيع، واللي أول مرة غادي الجامعة غادي توفر هاد المدة هادي اللي خولت لنا أننا نقوموا بتدريب مخصصة في المدار اللي غادي تنظم فيه البطولة الإفريقية لأول مرة في المغرب تحت رعاية سمية جلالة الملك نصره الله. التحضيرات على مستوى عالي الحمد لله. داكشي اللي تعلمنا كنحاولوا نوصلوه للشباب والشابات باش ان شاء الله يستافدوا حتى هما، باش ما نوعدكم بشي نتيجه اللي هي كبيره صعيب جدا، لان المنافسين ديالنا محترفين. ملي كنقولوا محترفين يعني محترفين على احسن على مستوى. كاين فيهم اللي من ضمن العشر الاوائل في العالم. هادو جنوب افريقيين وجايين بكثره لان عندهم مكان باش يتاهلوا به للالعاب الاولمبيه. جايين باش يحصدوا النقط. مع الاسف حنا ما عندناش مشاركات دوليه كثيره، النقط ديالنا ما كتخولناش اننا نجمعوا النقط باش نتاهلوا للالعاب الاولمبيه. هذا التصنيف هذا اللي غادي الترتيب اللي غيتعطى في 26 ماي من طرف الكاك. حاليا عندنا واحد المشاركه في تيتان ديزير اللي هي معبر باش اننا نشاركوا في البطوله الافريقيه ونكونوا ان شاء الله على احسن مستوى. هذا الماراثون هذا اللي هو ماراثون اكستريم على 6 مراحل. غادي نخلي من بعد الياس واحد من العناصر اللي عندها تجربه في هذا الماراثون هذا. كيف كتشوفوا معنا اعضاء الفريق اللي هما في التربص دابا. غيكون واحد الفريق الثاني اللي غيدخل في التربص الثاني ان شاء الله مباشره من بعد هذا الاسبوع هذا. حتى هما عندهم مستوى جيد. هنا كاينين زعما لي زيليت ديال النخبه ديال المتسابقين ديال الدراجه الجبليه. بطلة المغرب السابقه في الدراجات. مروان الداودي شارك العام اللي فات في بطولة العالم للدراجات الجبلية. الودغيري بوعدي. شاكر تبارك الله عندنا هذا هو اللي ان شاء الله غيجيب لنا شي ميداليه الا بغى الله. رضا الوردي، الياس كاكاس، الزكراوي، معنا فاتين والغريسي، يوسف الغريسي، وشيماء الحمري.